الصورة دي من الفيلم الهندي واللي اسمه ماي نيم از خان، والفيلم ده اتعرض سنة 2010. بيحكي عن رضوان خان، مسلم هندي وبيعاني من مرض التوحد وبيسافر لأمريكا بعد وفاة أمه. أحداث الفيلم بيكون بعد حادثة برج التجارة العالمي، وبيبدأ المسلمين من بعدها يتعرضوا للاضطهاد في كل مكان وبيتم وصفهم بالإرهابيين. الفيلم كان بيناقش قضية مهمة جدا وبيدافع عن المسلمين وسماحة الدين الإسلامي، وإن إحنا مش إرهاب وإن في قلة بس هي اللي بتعمل كده. شايفين بقى الصورة دي من مسلسل اسمه حرب، سيناريو مهروس ومفيش فيه أي أفكار جديدة. يوضح لك إن اللي عنده لحية ويقول الله أكبر يبقى إرهابي. مسلسلاتنا وأفلامنا هي اللي بتعرض الإسلام بصورة سيئة. واحد هيقول لي ما هو ده اللي بيحصل بالفعل يا فتحي. أقول لك إن أمريكا عملت مجازر في العراق، وفي المقابل بتعمل أفلام تلمع بلدها وتحكي بطولات وهمية. فيلم هندي دافع عن الإسلام من 13 سنة، وإحنا كمسلمين مش لاقيين حاجة غير إننا نهاجم ديننا بنفسنا.